لو هو بيحبك هيشغلك. لكن اتضح لي ان الراجل بيمثل عليا ان هو بيحبني وهو بيكرهني جدا. الراجل مش عايز يشغلني. الراجل بيعمل معاه حركات، اقسم بالله العظيم انا لو حكيتها بالتفصيل انتوا ما هتصدقوا، انتوا تقولوا بتأفور. يا جدعان كان بيبعتني شغل الناس في مسلسلات اشتغل، اقعد مع الناس دي بالثلاث شهور والاربع شهور نحضر، وفي الاخر المسلسل كله يتعمل وانا بره منه ما اشتغلش. ولما اروح له يقول لي ايه؟ عالم مش كويسه، الناس دي مش كويسه، ما بيرضوش يخدموني. بس اقول لك استنى، انا هبعتك لحد تاني. فيبعتني لحد تاني ونفس الشغلانه هي. حد هيقول لي طب انت ما بتحرمش؟ يا عم ما بحرمش ايه؟ انا مصدقه ان هو كويس وهم اللي وحشين. انا كنت مفكر فعلا زي ما هو بيقول لي ان الناس دي وحشه، الناس دي بتكره نجاحه فبتحاربه، فاي حد من طرفه مش هيشغلوه. طب يا معلم انت حاجه كبيره، طب ايه الدنيا؟ لا ما تقلقش، اصبر، هكلم لك فلان الفلاني، ده حد تاني خالص. اكلم فلان الفلاني جالك من طرف استاذ فلان الفلاني، يقول لي يا راجل عيب يا راجل ما تقلقش، ده صاحبي، ده اخويا، ده ابويا، ده انت انسى. اجي ابص الاقي المسلسل خلص وانا مش فيه. طب في ايه يا عم؟ ارجع له تاني، عم الحاج الناس الجديده اللي انت بعتني ليهم حصل منهم كذا كذا كذا، يعمل نفس الحركه له. الاوساخ. مش ده العشم. على فكره ده قال لي، ده شتم لي ناس وقال لي اسامي ناس وناس بعتني ليهم، الناس دي حمل في الوسط الفني، كان بيشتم اوسخ الشتايم. ده علم ولاد وولاد وولاد، ازاي ما يشغلكش؟ ازاي يا محمد يا عصمت لما ابعتك ما يشغلكش؟ فانا ايه زي العبيط اصدق. اتاري اتضح لي بعد كده بفتره، يعني عشان انا زي العبيط زي ما بقول لكم، ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل كالاتي: يبعتني لحد عشان اشتغل، فيقول له ايه؟ هبعت لك عيل عبيط من طرفي، مع ان احنا المفروض اصحاب وما بينا عيش وملح وما بينا حاجات كويسه وما بينا جمايل. انا مجامله كتير كتير قوي، وقفت جنب منه كتير وكتير قوي، وعيب اني اتكلم في الحاجات دي دلوقتي. مش هتكلم فيها دلوقتي ليه؟ لان انا هقول لك ايه اللي حصل. غير وجهتي دلوقتي ان ايه؟ هشتغل باستراتيجيه جديده. اني عيب يا جدع. فكان الباشا بيعمل ايه؟ يبعتني لحد، لاستاذ سين مثلا. ايوه يا استاذ سين، هبعت لك واحد اسمه محمد عصمت من طرفي، رقدوا في الملاحات. فاكرين فيلم العار لما كانوا بيرقدوا البضاعه في الملاحات فتره كده بعد كده طلعوها؟ كده نفس النظام. فايه اللي بيحصل معايا يا معلم؟ هبعت لك محمد عصمت، قابله حلو وكلمه واوعده بشغل ونيمه 4 5 شهور معاك، وبعد ال4 5 شهور ما تشغلوش. طيب يا معلم. فجاه بص الاقي ناس ايه؟ بصوا، هي سيمتريه واحده، والله العظيم سيمتريه واحده. اقعد مع نفس الشخص بال4 وال5 شهور ونجري ونصلح في ورق، لان انا راجل سيناريست بكتب، نصلح في ورق ونعمل شغل وبروفات واللي وفي الاخر سلم لي على امك. فانا قاعد مع حد بقول له يعني الناس دي مش عامله احترام للراجل ده ليه؟ قام قايل لي مين قال لك ان هي مش عامله احترام للراجل ده؟ ومين قال لك اصلا ان الراجل ده بيحبك؟ الراجل ده لو بيحبك بجره قلم كده كان خدمك. يعني فلان الفلاني اللي بيشغل المنصب الفلاني الجامد ده ما يعرفش يشغلك بجره قلم؟ اقول لا يعرف. يقول لي يبقى انت راجل عبيط، هو مش عايز يشغلك. فوق بقى، انت صاحبه من زمان فعارف اسراره، فانت لو نجحت وكبرت ممكن بعد كده تطلع في التلفزيون تقول ايه؟ ده فلان الفلاني ده كان صاحبي وكنا زمان بقى بايه؟ بناكل على عربيه الكبده سوا، بنلبس قمصان مش عارف منين سوا، وتفضح الدنيا. يا ابني هقول لك على مثل مهم قوي: على اللي وصل لكرسي السلطه لازم ينسف كل معارفه القديمه عشان يفضل جامد. امال ايه تقول؟ ده كنا بناكل سوا على عربيه كشري، بناكل سوا على عربيه كبده، فده ما بيحبكش. دي كانت اول نقطه الخيط اللي انا ايه بدات امسكها. قلت ايه ده صحيح؟ يعني ازاي المنصب الكبير ده، المنصب الكبير في الفن؟ اقول لكم على حاجه، انا واخد تعليمات ان ما اتكلمش على اسمه دلوقتي، لان لسه هحكي لكم ان في مفاجآت كتير قوي بتحصل، وان انا عشان كنت براعي ربنا وبراعي ضميري وبجتهد ربنا بيوقف لي ناس، والناس دي وقفت معايا دلوقتي وهتحاول تجيب لي حقي بس بالادب. فانا بيني وبينكم خدت قرار، قلت لا انا لازم اروح لواجهه. قلت له هو انت بتبعتنا للناس عشان تشغلني وبعد كده تقول لهم ما تشغلوش؟ قال لا ازاي يا جدع اللي انت بتقوله ده ما ينفعش وايه. والناس اللي شغالين معاه اللي هم الحلمنتشيه بتوعه قالوا لي لا يا عم ازاي يا عم، ده والله كل ما يجي حد يقول له الواد محمد عصمت شغله معاك يا جدع، عيب، ده ابني واخويا. فانا اسمع الكلام اقول له بص يعني كلامك حلو بس انا ما بشوفش حاجه، اللي انت بتقول ده كلام في الهجايس.